المغرب أضعف من بيت العنكبوت، هي خاصك تفهمها. المغرب دولة ضعيفة جدا، واختراق الربط لا يحتاج أسبوع واحد من الدراسة، هي خاصك تفهمها. المغرب هذا مرة تقولون على أنه أضعف من بيت العنكبوت، وعنه الصبح يدور يطيح والصبح يدور يوقع له. وأنا نعرف في السبعينات ما زلنا كاتلنا الحماسيك الساعة ونبكوا ما هو مشينا شهور المواجهة. ينقال أن المغرب لا يطيح الصبح، المغرب لا يشتت الصبح، المغرب لا يوقع له الصبح. المغرب بعد سكراته طوال. المغرب دولة ضعيفة، في الحرب ما تنيف عرشي. شوف نحن احتلينا السمارة واحتلينا بوكرا وقد احتلينا مدن في أول الزمن. المغرب ما عنده شيء، المغرب حميته إسرائيل وأمريكا يا فاهم وفرنسا، هو ما عنده شيء يقبض بيه شيء، فاهم مدرك ما عنده شيء، راهو جايب الإمارات واليهود عاسين عليه. المغرب نحن نعرفوه أكثر منك أنت. المغرب واش هو لا رقاشين لا خي هذه مرة ضعيفة دار تزمة في المغرب، هي وولد الثامن راجل لا راجل لاقاجين، دار وزمة في المغرب، لا بوليس وجدرمية وثورة، ثورة من العساكر الأمرة في الشارع. المغرب ما عندوش شيء، نحن نعرفوه، لا تقول لنا أخباره، نعرفوه ذل وذليل ياك فاهم، وكنا نجيبوا 2000 يصير في عملية ذاك اليوم. انتم الحين باغي نسوي لك، انتم قلت لكم احتليتوا السمارة، معناكم غزو، هو الاحتلال تقال غزو، خاصكم تقولوا قبل حررناها، ما احتليتوها معناكم لا احتلتموه، هم الغزو كاع، احتليتوا بكرة واحتليتوا معناكم غزو، صيفوهن طوقت لكم صيفة الغزو. ايه مثل ثاني يا اخي، ايش ما احتليتوا شيء ولا حررتوا السب، ايش منين هو؟ منين هو اللي حررون وذا الاحتلال؟ ما هو خالق بير الحلوكات الناس تمشي فيه وتجي، ولا تلاقى حد يقديك في تي حدا ذيك المقبرة يرحم عن الشهيد محمد عبد العزيز، شفتوا مات لحد يقديك في معناها عنانكم. إيه هل تقولوا لا متنافي؟ المغرب قبض الأرض صك ضيل غصبا عنكم، إذن ذا اللي في يديكم واطلصوه، وعلاه ما يعود عندكم انتم أهل الظل وأهل الشمس وأهل البرد وأهل الحمى وأهل الوقرة وأهل عقاب الليل، علاه ما يعودوا عندكم، علاه ما يعودوا عندنا، ما خليتوا، زرعتوا العداوة في جميع أهل الصحراء، ما بقى عندكم أهل الظل ولا بقى عندكم أهل الحمى. وبالتالي ذرين قالوا للبوليساريو لا تغلطوا، راكم ينقال له سويقة الردوف في السيك، إلا تموكات الجزائر بتموكل البوليساريو معاه، يا البوليساريو خير فيكم لو قدوا الفاطرة باش تفتصلوا مع الردوف. قضية الأخرى يا بو، قلت على أن موريتان كانت عندها جيش فرنسي وجيش موريتاني، والجزائر نفس الشيء والمغرب نفس الشيء. إسبانيا مشات عن الصحراء ما خلت فيها دولة قالها الجمهورية الصحراوية، والمغرب دخل صحراء ما فيها دولة قالها الجمهورية الصحراوية، وموريتان دخلت صحراء ما فيها دولة قالها الجمهورية الصحراوية. هذه العلة قبل التندوف ومازالت قبل التندوف، ولا قط نقزات من قبل التندوف، ولا قط استعمرها حد ولا هم، وذل تقول متنافي، وذل يقولوا متنافي، يقول لك نحن مازلنا نطالبوا بتغيير مصيرنا وإحنا جمهوريتنا. هو حد علم جمهورية أنا عنه قرر مصيره يا غير هذه الجمهورية اللي أعلنت، والله للرواية اللي أعلنت وقررت مصيرك به في الميدان ما قديت تحصله، وبالتالي بقيت تموج، ما أنك عارف كانك جمهورية كانك مقررين المصير، ويقول لك إحنا لاجئين، أنت تتكلم معهم قطرتوا جمهورية لاجئية، ايوا بين مشي معكم لاجئين، قطرتوا لاجئين يلوقدوا الدعم بالسلاح، لاجئين يلوقدوا الدعم المادي التغذية، ويلوقدوا المبدأ رجوع، مبدأ رجوع اللاجئين هو أول شيء عندهم.
ويلودوا ورقة لاجئ، اعتبارات لاجئ. هذا احنا ما نلودوا له. هذه مادة تلود للسلاح وتلود للدعم بالشيء اللي هي رفض الأرواح، وهذا ما هو، هذا متنافي مع القانون الدولي ومتنافي مع أخلاقيات الإنسانية. أخلاقيات الإنسانية متنافي معها.